انا ممكن افتكر كل الروايات اللي انا قريتها، بس انا برضه ما اقدرش افتكر السويس. السويس مره تلاقي كان لها كذا اسم، فانا اخترت اسم دوت، اسم غريب شويه. بتدور بقى، بتبتدي من فكره اللي هو ازاي الاجانب كانوا عايشين في السويس، وازاي بقى اللي هو ازاي الناس كانت قاعده يعني كان فيها بطله فرنسويه كريستين دي، ازاي كانت عايشه في السويس، والمقاومه الشعبيه في الحرب. شبابنا احنا مصريين. شباب مصريين. وبعد كده القصه بقى بتدور مصر من غير شباب بقى. ايه اللي بيحصل فيها؟ الفضائيات بتقفل، والقنوات الفضائيه، والكوره، والموبايلات هتخسر، الغلاف بقى، الغلاف حتى بيصور مصر يعني. لو حضرتك تركز على الغلاف، هي منتشره وعملت مبيعات كبيره جدا. بس لكل يعني هو كل واحد حر طبعا. انت مش هقدر احجر على اي حد يقدم طريقه افكاره، بس انا ما حبيتش اعمل كده. بس الحمد لله ان يبقى في كتب وفي ناس بتبيع، وانا عجبني. عامل جروب ليها صغير، فالناس عجبتها بتبعت لي ارائهم اللي بيشتروها. انا سعيد انا سعيد ان انا لو مت دلوقتي ابقى مرتاح نفسيا. يا عم بعد كده لا بالعكس، احنا بنشوف منك اعمال. يعني المهم الواحد في الاخر ان هو في الاخر، هل انا دلوقتي لو مت انا راضي اللي انا كتبت الروايه دي؟ انا راضي. انا فاهم الايديولوجي اللي انت ماشي فيها، انه انا اللي هل لما اموت في ناس هو بتسمعني، في ناس بتقرا هيرو بورس، في ناس بتقرا الكتاب حق ال NLP اللي انا كتبته. طب بسألك سؤال، قصدي لا، الحياه اصعب من كده. يعني ساعات يقول لك ايه، بدل ما تقعد على القهوه مثلا انزل دور على شغل مثلا، او افتح كشك او كده. هتلاقي مثلا لو جرب يفتح كشك هتلاقي في صعوبه في اللي هو يفتح كشك. مش الموضوع مش بالساهل كده او بالبساطه اللي الناس فاكراها ديت. فاللي بيتكلم عن الحاجه غير اللي بيعيش فيها. يعني مثلا يقول لك ايه، دور على شغل مثلا. يعني التدوير على شغل ده مش حاجه سهله. طب ومشاريع شباب الخريجين برضه مش حاجه سهله، مفيش حاجه سهله. لا ده سهله، دي بقى يعني بنجيب كده كتب ملخصات وملخص الملخص عشان احفظها. فانا عملتها بنفس الاسلوب. يعني كنت بعمل ملخصات وانا صغير، فانا عملت كانها ملخص. طيب انت تطرقت لنقطه مهمه، ان انت قلت ان الناس دلوقتي كتير ما بتقراش. انت شايف ايه يوم الانتماء هو اسم الاحتفالية التي أقيمت في حب مصر بمركز شباب الجزيرة، وشهدت حضورا عريضا من مختلف الشخصيات المصرية البارزة في عدة مجالات، وبخاصة الشباب الذين حققوا نجاحات في المجتمع وتحدوا الكثير من الصعاب اللي انت بتوفر له الاسره والشغل والعمل والبيئه الصالحه اللي هو بيحب الوطن ده. فهل انت دلوقتي مثلا في بطاله وفي عنوسه وفي هل دوت الجيل دوت هيدافع عن ايه؟ فكان ده السؤال. فبعد الاحداث الاخيره والناس ابتدت، يعني الاحداث الكرويه مع بساطتها، بس تلاقينا الناس رافعه الاعلام وناس بتحب البلد. اول بس ما حد اعتدى علينا او بتاع، لا احنا كلنا مع بعض وكلنا ايد واحده، ومفيش فرق مثلا بين معارضه وحكومه، كله ايد واحده، كله مصري. فلا الجيل ده عنده انتماء، ومهما حصل لا احنا بنحب البلد ديت. بس اتمنى اللي احنا في العيد الانتماء ابتدينا نطلع نماذج مشرفه، ان احنا بقى كلنا نحب البلد بالفعل، اللي احنا كلنا نعمل حاجه عشان البلد ديت. طب بس انا يعني عندي اسئله كتير قوي، بس انا كل ما تتكلم يطلع سؤال تاني. يعني دلوقتي ردك على سؤال الجد اللي حضرتك استوحيته من الاستاذ محمد حسنين هيكل، ردك عليه كان ايه؟ يعني هل الانتماء مرتبط بتجربه مشرقه في الوطن، ولا بغض النظر عشان احنا نعيش النهارده نضل وكبح وعملوا حاجات كتير قوي، واحنا اهلنا مش عارفين هم شارع. انا يعني سعيد لان يعني استخدام الانترنت في حاجه بناءه، استخدام الفيسبوك في حاجه كويسه. يعني انت شايف ان الانترنت بتساعد انك تنشر فكر جميل زي الفكر اللي انت بتنشره دوت، سعيد جميل حاجه كويسه. يعني ازاي نقدر نستخدم الانترنت في حاجه كويسه نستفيد بيها كشباب كلنا مع بعض؟ هو النت زي اي حاجه، فيه السيء وفيه الحلو، فيه كل حاجه فيها الحلو والوحش. يعني زي استخدام السكينه بالظبط.
بس هل انا استخدمته كويس؟ ده شيء كويس، يلا كلنا نستخدمه كويس. تمام. ده شيء جميل. عايزه اضيف بيت الشعب اي حاجه المفروض اساسا التجاري ده فكرته ان هو ازاي يخلق مشروع. طبعا. يعني احنا المشكله ان احنا بيغرزوا فينا ان انتوا ما لكمش لازمه. ليه؟ لا يعني ده فكره كليه، فكره شعب يعني. انزلي في الشارع اسالي اي حد قولي له كليه تجاره، شوفي ايه رد فعله يعني بالنسبه لاي بلد. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي طبعا الكليه ليها احترامها وطلع منها ناس جامدين جدا لحد دلوقتي، بس انا معاك في اهميتها اجتماعيا. يعني المجتمع بيبص زي ما بيبص على حاجات كتيره بص احنا مش موافقين عليها، اللي هو بيقلل من الحاجه، لا بس هي يعني غالبا الفكره هتبقى في عدد خريجين، في كام عدد يعني. بس تخيل لو انت لقيت كل بتوع كليه التجاره دي ناس اكتف في المجتمع، يعني ناس نشطه، ناس بتفكر ازاي تخلق مشروع، مش اللي هي ازاي تكتب ارقام. يعني دي الفكره. انا دارس اداره في 4 سنين، باخد اداره واداره اعمال واقتصاد، فبالنسبه لي ده مجال دراستي. يعني انا ما تعبتش في كتابته، بالعكس انا كتبته فتره قليله جدا، كانت 3 شهور. بالنسبه لهيرو بوليس انا كتبتها في 3 سنين. طبعا العمل كانت مجموعه قصصيه بتدور في اطار المراهقين، يعني ابطال القصص كلها كانوا في سن معين اللي هو في حدود من 16 لحد 17 18 سنه. السن دوت وافكارهم وطموحاتهم والاحباطات اللي بيقابلوها وقصص الحب وحياه في الجامعه، كانت كل المجموعه بتدور في الاطار ده. هيريوبلس بقى ديت انا بحبها وقلت كذا مره يعني ان انا لو مت فانا فخور ان انا عملتها، لان اول حاجه مفيش اعمال روائيه بتأرخ للسويس او بتأرخ للحروب اللي خاضتها السويس. السويس مش مدينه عاديه، السويس مدينه لو انت جيت عشت فيها وقريت تاريخها هتلاقي بتلخص كل تاريخ مصر، كل الحروب اللي بتحصل جت على السويس. فتخيل الروايه دي بتأرخ مثلا لحروب 56 و48 و67. الروايه بادئه بالنص كده، يعني انا جيت رسمتها بالنص. سنه 67 النكسه، 40 سنه بعدها و40 سنه قبلها، ايه اللي ادى للنكسه وما يترتب على النكسه بعد 40 سنه، عن طريق روايه قصه رومانسيه جميله جدا بتدور بين واحد مصري كان راح يكمل تعليمه في فرنسا ورجع يشتغل في هيئه قناه السويس، وبين بنت فرنسويه. البنت الفرنسويه دي بتيجي تعيش في السويس، وعيالهم واحفادهم لحد ما بتوصل لحد الجيل الحالي اللي احنا عايشين فيه. بتخلص الروايه سنه 2000. ليه علاقه برضو بموضوع الانتماء؟ هي الروايه طبعا. هو كان في سؤال للاستاذ محمد حسنين هيكل طرحه في اكتر من مقاله ليه، كان بيقول لك ان الناس في الوقت زمان كانت بتحارب لان كل واحد لاقي فرصه عمل، او كل واحد بيدافع عن بيته واسرته. الشباب دوت كان الاستاذ محمد حسنين هيكل رايه ان الشباب ده هل هيدافع، يعني واحد عاطل مثلا هل هيدافع عن وطنه؟ هل هيتحمل؟